مباراة شهدت مفاجآت غير متوقعة. لا تنسون اللايك والاشتراك ويلا خلينا نبدأ. بدت المباراة واحنا كنا متحمسين الا وفجأة الحكم الياباني الاعور طرد ريبين سولاقة باول دقيقتين فقط، ودوسكي تحول من مركز الظهير الى مركز الدفاع بدلا من ريبين سولاقة، وابدع بهذا المركز صراحة. وكاساس لعب بتشكيلة شوي غريبة لان لعب ب5 مدافعين، ما ادري ليش. تكتل دفاعي مبالغ به بلعبة عمان وبلعبة الكويت، وهاي الخطة ما كان مسويها كاساس من قبل. وللأسف علي الحمادي ما تلائم بهاي التشكيلة وما ظهر بأي فرصة بالشوط الأول وكان مختفي، لكن إن شاء الله يتطور بالمباريات القادمة. وكان غياب أيمن الحسين واضح لأن ماكو واحد بالمنتخب يقدر يعوضه من ناحية الحسم والتهديف. والبعد المشوار طويل والمنتخب العراقي قادر على التأهل لكأس العالم لعبة العراق القادمة على ملعب جذع النخلة بالبصرة ضد المنتخب الفلسطيني. صح، ذكرت انه الحكم تغاضى عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب العراقي. شنو سالفة الحكام ويانا؟